الرفاعي الأمين العام لجمعية قصير العراقية في بغداد، ورئيس تجمع قصار القامة في بيطار. كذلك تشرف بأن أكون رئيس تجمع بيطار لذوي الإعاقة. تولد سنة 1984، حاصل على شهادة الماجستير من جامعة بغداد، عراقي الجنسية، موظف في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، إضافة إلى كوني ناشط حقوقي للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة عموما وشريحة قصار القامة العرب خصوصا. حضرتك منك في البداية شفنا التعاون شوية. بدأت العمل ازاي في هذا المجال، مجال الدفاع عن قصير القامة؟ حقيقة إنه قضية الدفاع هي قضية فطرية، يعني لم تكتسب عن طريق موقف أو عن طريق قضية كما يدعي البعض، وإنما هو أمر فطري نابع عن شخصية الإنسان. لكن حقيقة التجربة اللي خضتها منذ سنة 2004 آبان تغير النظام العراقي ودخول منظمات المجتمع المدني لنا حديثا، حيث لم تكن موجودة آنذاك في العراق لأسباب عديدة وتقع على رأس قائمتها السياسية. بدأ مشروعنا كمشروع نهضوي في المطالبة بحقوق شريحة مغيبة وهي شريحة قصار القامة في العراق منذ سنة 2004. حقيقة صاحب الفضل بعد رب العزة جل وعلا هو أخي وصديقي وحبيبي الأستاذ محمد عيدان الحيدري، طرح علي الموضوع. كان الموضوع نابع حقيقة من أسلوب حضاري ثقافي علمي، كون أنه أستاذ محمد وأنا كنا آنذاك طلبة في جامعة بغداد. بدأ مشوارنا منذ 2004 وحتى الآن، على الرغم من التغيير الذي كان موجود، لكن اليوم الحمد لله كما ترون أنا حاضر في القاهرة ممثلا عن جمهورية العراق الحبيبة في أرض مصر الحبيبة، وهذا أمر حقيقة نعتز ونفخر به بأن يكون قصار القامة بعد أن كانوا مغيبين يكون اليوم على رأس قادة الدفاع عن شرائح أخرى غير قصير القامة وهم شرائح ذوي الإعاقة عموما. هل في تعاون أو كونكت مع قصير القامة في الوطن العربي؟ أنا أعرف من سيادتك أن أنت ممثل عن قصير القامة في الوطن العربي. نعم. ما نوعية هذا التمثيل وكم تعداد قصير القامة في الوطن العربي، وكيف يتم التجمع ما بينكم أو التآلف ما بينكم فيما شابه ذلك؟ نظرا للتطور اللي حاصل الآن في التكنولوجيا والتطور العلمي، باتت اليوم وسيلة للاتصال يعني كانت حقيقة مغيبة، ألا وهي الإنترنت، شبكة المعلومات الدولية للتواصل. عن طريقها بدأنا بإطلاق مشروعنا من خلال ما عرفناه من وقائع ودراسات وبحوث خضتها شخصيا ونشرتها على كثير من المواقع العربية والإنجليزية كذلك، حيث ترجمنا بعض منها، تختص في مجال التربية والتعليم والصحة والرعاية والنقل والمواصلات، إضافة الاتصالات وحرية كسب وتبادل المعلومات معا. هذا الأمر ساعدنا فيه كثير من الأخوة النشطاء في حركة الدفاع عن حقوق الإنسان. كسبنا من خلال أصدقاء جدد من قصار القامة في الوطن العربي، لا بل وهنالك لنا جمعيات نتواصل معها أوروبية في أمريكا، في إنجلترا، في إسبانيا، في البرازيل، باكستان، وإضافة إلى الدول العربية التي كنا على تواصل يومي معهم في جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، تونس، المغرب، الجزائر، ليبيا، لا بل حتى تعدى الأمر إلى كثير من الدول. استطعنا إنشاء علاقات بيننا كأفراد، ومن ثم تبادل المعلومات والخبرات في إنشاء جمعيات مماثلة لما هي موجودة في العراق. واليوم الحمد لله في جمهورية مصر العربية يوجد هنالك أكثر من جمعية في السعودية، في تونس، وفي باقي البلدان. واستطعنا نقل الخبرة من خلال عملنا الذي مضى عليه 10
سنوات إلى الدول العربية على الرغم من الانفتاح الموجود خارج العراق ضمن تلك الفترة. بما انك بتمثل قصير القامة في الوطن العربي، ماذا تأمل لهذه؟ حقيقة يعني شرفنا حين حضورنا المؤتمر الأول لتأسيس المكتب العربي الإقليمي، كان أطلق علينا ممثل شريحة قصار القامة العرب في المكتب. هذا الأمر حقيقة دعانا لجمع المعلومات وتوحيد الطلبات والمضامين. أبسط ما يرغب فيه شريحة قصار القامة العرب هي أمور حقيقة يعني مشروعة، تنفيذها سهل. هي حقوق يعني باتت مع الأسف نقولها باتت شبه يعني معدومة في واقعنا العربي. حق التعليم كفلته لنا القوانين السماوية والوضعية. حق الرعاية الطبية والصحية هو حق كفلته لنا جميع الأنظمة والقوانين الخاصة بتلك الدول، إلا أنها مغيبة حقيقة ومعدومة. نأمل حقيقة من خلال لقاءاتنا ومؤتمراتنا بالأخوة المعنيين بالأمر أن نوصل صوت تلك الشريحة لهم بأن من حق قصار القامة أن يتعلموا، من حقهم أن يحصلوا على ذات الاحترام والتقدير، إضافة إلى الوسائل من الصحة ورعاية اجتماعية، إضافة إلى من حق التنقل بحرية بعيدا عن الاستهزاء والسخرية. من حق قصار القامة أن يكونوا عناصر فعالة منتجة في المجتمع، بدلا من أن يغيروا وتصبح شريحة منسية مهمشة، في حين أنها تمتلك طاقات وقدرات حقيقة قد تفوق كثير من أقرانهم. لدينا شهادات، لدينا قدرات، لدينا طاقات، لدينا حقيقة أشخاص نفتخر بأن يكونوا قصار قامة، لدينا رياضيين، لدينا ممثلين، لدينا. أما فيما شيع ضدنا بأن حسن علي أو محمد عيدان يرفض قضية الإعلام أو قضية التنفيذ فهو عار عن الصحة. وهناك كما ذكرت حضرتك عدة مقالات لي على شبكة الإنترنت. نحن مع الإعلام الإيجابي. ده يقودني لسؤال مهم، هل أنت راضي عن استخدام قصار القامة في التلفزيون أو في السينما بشكل معين؟ إيه وجهة نظرك؟ من الناحية يعني أخي الكريم هنالك كما ذكرت حضرتك أمر إيجابي وهنالك أمر سلبي. نحن مع الإعلام الإيجابي والتنفيذ والفن الإيجابي بلا شك، ندعمه نؤيده، نحن معه. لا بس نرغب بأن نكون عناصر فعالة. أما فيما يخص الفن السلبي الذي يجعل من قصير القامة أداة الاستهزاء والسخرية أمر مرفوض قطعا، ونكرر رفضنا ونؤيد من يقوم بمناصرة قضيتنا من ناحية الإعلام الإيجابي. هذا ما دعا له الحسن علي من العراق، محمد عيدان من العراق، والأستاذ حسن بخيت من مصر، وكثير من أخوتنا قصار القامة من هم قادة تلك الشريحة في المناصرة. لو عرض عليك دور في السينما تفضل تعمل دور؟ والله نحن يعني كما سبق وقلت أن هنالك إعلام إيجابي. إن استخدم الحسن علي أو دعي الحسن علي لأداء دور إيجابي يتمثل بشخصية كانت وما زالت محبوبة، يعني كثير من قصار القامة من الشخصيات العالمية. على سبيل هنالك من قادة المجتمع العربي في العلم مثل الجاحظ، يعني لما تقرأ سيرة الجاحظ ترى أنه قصير القامة. ما المانع من أن يكون الحسن علي يمثل دور الجاحظ في إحدى المسلسلات التي تطلع صورة لدى الطفل العربي بأنه من الممكن أن يكون قصير القامة عالم، مهندس، مدرس، طبيب. قصير القامة له الحق بأن يكون أب، بأن يكون مدرس جامعي، بأن يكون خبير، يمتلك كافة القدرات والطاقات. أما أن يستخدم قصير القامة كأداة استهزاء بأن يغرق أو يستهزأ به، فهذا بالأخير سيجر إلى طبع صورة
مشوهة المعاني بحق قصير. حتى اليوم النبات يعني الشارع العربي عموما حينما يرى قصير القامة في إحدى المواقع أو الشوارع، أول سؤال يبادر له: هل أنت ممثل؟ هل تستطيع التمثيل؟ هذا رسم صورة لدى المجتمع العربي بأن قصير القامة لابد من أن يكون ممثل أداة استهزاء. أما في حين لو كان الإعلام العربي راسما صورة جميلة المعاني بأن يكون قصير القامة أب اعتياد طبيعي يعتني بأبنائه، يسعى جاهدا لتوفير لقمة العيش لهم، أكيد لبات الشرع يحترم تلك الشخصية على أساس ما رآه وفق التلفاز. هل في معاناة لقصار القامة في الوطن العربي؟ بلا شك كثير. في جانب التعليم على سبيل المثال، لذلك ترى أن كثير من قصار القامة غير متعلمين، أما بسبب ظلم المجتمع أو بسبب ظلم الكادر التدريسي أو لظلم الأنظمة والقوانين التي شرعت وحرمت من كثير من حقوقهم، فبات قصير القامة له من الصعب دخول أي جامعة، كما نراه في العراق، كما نراه في مصر، في السعودية، في تونس، في المغرب، وقائع كثيرة حصلت واستطعنا تجميعها. كيف تقابلون السخرية من قصار القامة؟ حقيقة احنا يعني لا نستطيع أن نظلم المجتمع بالكامل. هنالك أناس يعرفون حقيقة من هم قصار القامة. أما بالنسبة نتمنى أن يكون يعني نسبة ضئيلة من المجتمع تتعامل معهم على أنهم أدوات استهزاء. كما ذكرت لحضرتك، كان هذا نتاج ما يشاهد على التلفاز. بالنسبة للتعامل المجتمع مع قصير القامة، هذا يعني لا نستطيع أن نحدده. أما كيفية تقبل قصير القامة للأمور فهذا يعتمد على البيئة التي تعايش فيها. إذا كان قصير القامة تعايش في بيئة متفهمة أو ارتبط بجمعية أو بمشروع أو بمنظمة، استطاعت تلك المنظمة أو المشروع إيصال كافة التقنيات والمعلومات المعنية بتلك الشريحة وكيفية التعامل، بالأغلب أنه سيتعدى هذا الأمر، يصبح أمر طبيعي يتجاهل المجتمع. أما إن كان في مجتمع يعني يضرب في أبيته، بالأكيد اضطر الكثيرين، يعني عندنا أخوة في فلسطين، في الأردن، في السعودية، نرى كثيرين من العوائل تعاني، وحقيقة تدخلنا معهم. كثير من قصار القامة اليوم يعني مضى عليهم تقريبا 30 إلى 40 سنة لم يرى باب المنزل بسبب ظلم المجتمع. وهذا يعني بالتالي جرنا إلى مصيبة أكبر، عزلة، وحشية. فكثير من يعني أخوتنا علماء النفس وكتاب وأساتذة حتى القاهرة، أنا اطلعت على مقالات لهم أنهم باتوا يصنفون قصار القامة بصفات حقيقة يعني لم تنسب لهم. يكون وحشي، يكون يعني متعنصر، صارم في اتخاذ القرار. هذا أمر يعني حقيقة يعني عقلا لا يحمل ولا يحمل. يعني كيف لدينا من الشخصيات كما ذكرت لحضرتك نفتخر بها. أعرف من سيادتك أن أنت كاتب وعدة مقالات. نعم. هل هي معنية بقصار القامة فقط وهذا هو الملف الذي تهتم به؟ والله ولا في مقالات؟ ادينا فيو عن أنا المقالات. حقيقة أنا كتبت عن شريحة المكفوفين، كتبت عن شريحة الصم والبكم كمقالات. أما اعتناء الكبير بشريحتي هي شريحة قصار القامة لأن خصصت في هذا المجال. لدي الكثير من المقالات تستطيع الاطلاع عليها في شبكة الإنترنت، حتى قسم منها، وإن شاء الله أخيرا ستصدر لنا موقع في السويد عن طريق أحد الأخوة الإعلاميين. مقالاتي في مجالات عدة لا تقتصر على مجال واحد، وإن شاء الله سيطبع لنا كتاب حديثا عن تلك الشريحة، يعد إن شاء الله أول كتاب معني بشريحة قصار القامة. وكما اطلع عليه بعض الخبراء والمعنيين بذلك المجال، سيعد إن شاء الله من المصادر والمراجع المهمة تلك الشريحة. هل في إحصائية لقصار القامة
في الوطن العربي او في العالم انتوا قادرين توصلوا لها؟ حقيقة الأمر أن قضية تصنيف كسار القامة هو المشكلة الأولى، يعني سبب من أسباب تردي وضع شريحة كسار القامة في عموم الوطن العربي. بعض الدول صنفت كسار القامة على أنهم ذوي إعاقة فحسبوا على ذوي إعاقة. القسم الآخر قال بأن شريحة كسار القامة من ذوي الاحتياجات الخاصة، طبعا مع رفضنا ذلك اللفظ يكون لفظ معيب، لكن على الرغم من هذا وافق لأمور يعني نستطيع أن نقول نحن. بعض البلدان العربية لم تصنف كسار القامة لا من ذوي الإعاقة ولا احتياجات خاصة، بل قالوا هم أناس اعتياديون لا يعانون من أي عاهة، طبعا مع التحور على هذه الكلمة، ولا يمكن إدراجهم ضمن تصانيف ذوي الإعاقة. هذا الأمر رد علينا بالأخير إلى قضية ألا وهي عدم وجود إحصائية دقيقة لكسار القامة في الوطن العربي. كسار القامة في العراق لا توجد إحصائية دقيقة لهم، ولكن بجهود الخيرين من الأخوة الذين ساعدونا مع ضمان وتجميع المعلومات المعنية بجمعية كسار القامة في العراق، أشرف كسار القامة على الوصول إلى ما يقارب 8000 كسير قامة في العراق. أما في جمهورية مصر العربية ومن خلال جمعيات كسار القامة في مصر فوصل إلينا ما يقارب 75,000 كسير قامة في مصر. 75,000 كسير قامة في مصر. طبعا إحصائية غير دقيقة وغير حكومية، يعني اعتمادنا على الجمعيات. أما لو كان الجهد حكومي متضافر في العراق أو في جمهورية مصر لكان العدد يفوق ذلك فوق. قصير القامة يصنف بناء على أقصى طول له قد إيه؟ حسب الجمعيات الأوروبية أنه طول قصير القامة الذكر لا يتجاوز 130 سنتيمتر، أي المتر و30 سنتيمتر. أقل من 130 يعتبر قصير القامة، حتى 130 قصر القامة. و127 سنتيمتر للأنثى. أما اقتراحنا كعرب من خلال رؤساء الجمعيات فاستطعنا أن نحدد 135 للذكر و130 للأنثى، على اعتبار أنه العرب أصحاب يعني جثث، فلذلك حسبنا هذا الأمر. يعني عربيا يستطيع إطلاق لفظ قصير القامة على الذكر البالغ من الطول 135 سنتيمتر، أي متر و35 سنتيمتر. أما بالنسبة للأنثى 130 سنتيمتر فهي قصيرة القامة. أستاذ حسن، تحب توجه أي رسالة لأي جهة؟ والله أولا نحن نشكر جمهورية مصر شعبها على طيبتهم كونهم احتضنوا هذا المؤتمر الطيب، ونتمنى ممن يعود له الأمر والجهات المعنية بذوي الإعاقة أن يضعوا وفق قائمتهم شريحة مغيبة ألا وهي شريحة كسار القامة. لديهم جمعيات في مصر لها من المشاكل ما لها، ونتمنى منهم أخذ احتياجاتهم وقضاياهم وهمومهم بعين الاعتبار لتنفيذ ما يستطيعون منه. نأمل بإدراج برامج تدريبية وورشات عملية لتلك الشريحة، وإن شاء الله سننسق الأمر مع الأمم المتحدة بعد لقاء اليوم. هنالك مؤتمر إن شاء الله سيعقد في شهر حزيران في الأمم المتحدة، أفتخر بأن أكون ممثل كسار القامة فيه بالنسبة للعرب. نأمل بخروج توصيات ونتائج إن شاء الله ستخدم تلك الشريحة بإذن الله تعالى. إن شاء الله. بالتوفيق أستاذ حسن. الله يكرمك. سعيد أهلا وسهلا بك أستاذ حسن. Rock, rock, and the know that, watch out.